يعني طبعا برومو. لا يعني السفرية كلها كانت بالنسبة لي مهمة جدا، لأن دي كانت أول حاجة ليك. دي أول حاجة ليا، أول حاجة ابتديت إن أنا أشتغل فيها في الإعلام بشكل احترافي، يعني إن أنا وما أقدرش أنكر إن أنت كان ليك دور كبير جدا. لا في إن أنا لا بص بمنتهى الأمانة، يعني في إن أنا ان انا اقدر اعمل هناك حوارات مع لعيبه او مع الكلام ده كله، كان موضوع صعب جدا بالنسبه لي. انا طول عمري اتعودت ان انا ابقى ضيف، يعني ان انا عشان تبقى مذيع موضوع مش سهل. يعني موضوع ان انت خلاص ابتديت تخش في المجال، خلاص ده انت عايز تحط رجلك بقى، عايز تحط رجلك. الموضوع كان صعب جدا. عايز اشكر اداره قناه النادي الاهلي في ان هي ادتني اول اختبار حقيقي ان انا اطلع للناس. وبيني وبينك اجمد حاجه خالد في الشغل كله الحمد لله لحد كبير، يعني الحمد لله اللي كان بيقدمه سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيقدمه، بس الحوار اللي كان مع كابتن طارق طبعا ده كان حاجه فظيعه. لعلمك انا كان نفسي نقعد ساعتين لان كان بيقول كلام عايز قعده، يعني ما ينفعش ان احنا كنا قعدنا معاه بتاع 40 دقيقه بس ولا لا حاجه. والافات بقى مين اللي كان ماسك كده؟ يا جماعه السفريه دي كانت كلها كانت الواحد اتعلم فيها حاجات كتير، بس بمنتهى الامانه برضو انا عايز اقول ان الناس ساعدوني كتير جدا، استاذ جمال جبر واستاذ ابراهيم منيسي وكابتن عدلي وكابتن محمود وهاب الخطيب والناس دي كلها بصراحه يعني احتووني بشكل كويس جدا وعلموني. وطبعا ليسي كان قاعد معايا في الاوضه، وكان يعني الموضوع كان صعب جدا، بس الواحد اهو كان بيستحمل وخلاص. انما طبعا كان بيقعد يتكلم معايا كتير، كان بيقعد يقول لي عايز تبقى مذيع كويس او عايز تبقى في الاعلام كويس لازم تعمل 1 2 3 4. انا كنت بحاول الكلام ده ان انا انفذه، وبحاول ان انا يعني اللي اعمله النهارده في اللقاء ما اعملوش في لقاء تاني. وتعلمت حاجه في اخر السفريه، ان انا لما اكون مذيع اتعلمت ان انا ما ارميش السؤال، اتعلمت ان انا تسال السؤال. طيب انا هنفتح من دلوقتي التليفونات. اهلا بكل المداخلات التليفونيه معانا بقى من دلوقتي لغايه نهايه الحلقه. انا هاخد كل التليفونات اللي هتجيلنا. بيبو، في واحد مؤثر في حياتك قوي وليه بصمه كبيره جدا في حياتك، وهو اللي ظهر خالد بيبو، وهو ادى خالد بيبو صبغه النجوميه، وهو اللي خلى النادي الاهلي يشوف خالد بيبو، كابتن محسن صالح. طبعا كابتن محسن ده ليه بصمه كبيره قوي عليك طبعا. اعتقد ان انت ما تقدرش تنكره، وعلى لعيبه كتير، لكن انا عشان انت اللي معايا دلوقتي. كابتن محسن ده حاجه جامده جدا في تاريخ مصر التدريبي عموما، يعني ممتع. يعني انا كابتن محسن ده من الشخصيات اللي انا يعني حبيتها جدا، لانه برضه اتفاهم معايا بسرعه. يعني ابتدى يديني حاجات في الملعب تساعدني. كابتن محسن عمل حاجات مهمه جدا في فرقه نادي الاسماعيلي. احنا كنا في نادي الاسماعيلي ما بنتمرنش بدني والكلام ده كله، التمرين كان كله كوره. كل اللي احنا كنا عايزين نعمله في الكوره. كل حاجه كنا بنعملها. كان بيديك حريه كبيره قوي في الملعب. انا فاكر يا خالد كان بيديك حريه طبعا. كنت انت واوتاكا عاملين شغل فظيع صراحه. بص انا بدون حريه في الملعب ما اقدرش افيد الفرقه. يعني انا ممكن العب وادافع بس مش هفيد الناس. يعني انا مش عايز برضه. في لعيبه مش بتاع الدفاع ما تعرفش تدافع. لا انا الكلام كله بيتقال دلوقتي ان مش حفظ، مش ان انا لازم الفرقه كلها تدافع، الفرقه كلها تهاجم، لازم العب 4-4-2 ولعب نص دفاع ونص هجوم. مش ممكن، لا يمكن. احنا ربنا خلقنا كلنا مختلفين، فلازم احنا كلنا بنكمل بعض. انما هي المشكله ان احنا مش كلنا نص ونص، لازم كلنا هنبقى في 70 وفي 30 وفي 80 وفي 20، انما كلنا في الاخر نوصل لل 80 او 90% او ال 100% عشان نبقى فرقه محترمه. مش عايز بقى الكلام اللي بيتقال الحفظ، ان احنا كلنا حافظين ان كل الناس لازم كل واحد يعني لازم يبقى ليه دور دفاعي قوي ويقدر. لا مش هيقدر يعمله. انا عندي واحد زميلي في الملعب ان انا يقدر يعمل لي الدور الدفاعي وانا اقدر اعمله الدور الهجومي، ونساعد بعض نكمل بعض. هو ده الفكر. نبطل الحفظ، نبطل اللي احنا نبقى مرصصين. لازم تبتكر. الكره ابتكار. الحفظ صعب قوي. حفظ سيء جدا. صعب. وعمرك ما تقدر تعمل لعيب كوره حافظ موهوب الا اذا كان عنده امكانيات. انما عايز حافظ مش فاهم. لازم انما اللعيب المصنوع هو اللي ممكن يحفظه، بس عمره ما هيبقى لعيب كوره كويس. هيفضل لفتره معينه، انما مش هيقدر يبتكر لك حاجه. انت بتبقى محتاج في اوقات في الملعب محتاج واحد غير كل الناس. بالظبط، لازم يبقى عندي لعيب مختلف. ازاي ده تدور عليه
يبقى غير كل الناس وانت عايز تبقى خليه زي كل الناس، ما ينفعش. ما ينفعش. لازم يبقى مختلف في الطلبات اللي انت بتطلبها منه، ما ينفعش. عشان كده نجحت قوي انت واوتاكا. طبعا نجحت قوي انت واوتاكا. بص، انا كل المدربين اللي لعبوني وادوني الحريه في الملعب كنت بنجح معاهم، انما كل اللي كان عايز يحط لي قيود ولازم تدافع في الحته دي، والفرقه لما في فرق ان انا ارجع اقف، في فرق ان انا ارجع ادافع. انا ممكن ارجع اقف، هقف مع الناس اللي بيلعبوا مثلا بنلعب 4 في نص الملعب، هقف معاهم، انما عمري ما هبقى الدفاع بتاعي 100%. او افضل لعيب لعبت جنبه كان بيريحك قوي. في لعيبه كتير قوي لعبت جنبها اسعدوني في اللعب. زي اللي اسعدوك، خلينا حلوه لفظه اسعدوني دي. اوتاكا طبعا من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا، لان اوتاكا يعني انا عندي سرعات، فلما بوصل للجون بلاقيه وهو جاهز. يعني فاهم قصدي؟ هو كان لعيب، يعني مش عايز اقول اللفظ، بس لعيب معلم. هو كان بيعرف يستفيد من كل الناس بدون ما هو طب مين تاني غير اوتاكا؟ من غير ما يزعلهم يعني. مين غير اوتاكا؟ بركات. بركات طبعا لعيب كويس جدا. في بدايتي كابتن احمد حسن لما لعبت معاه في النادي الاسماعيلي فرق معايا كتير يعني. مين تاني؟ في لعب في النادي الاهلي يعني. لعبت مع بلال شويه برضو، من اللعيبه اللي كانوا برضو بيستفيدوا جدا من ان انا اكون موجود، لان مهم جدا ان انتوا اتنين تكملوا بعض. هو النقطه دي هو بلال، وان انت لما بتروح كنت بلاقيه ده شيء كويس جدا. استمتعت جدا مع محمد صلاح ابو جريشه، لعيب كويس يعني، لعيب محترم مؤثر. في لعيب تاني لعبت معاه في المنتخب، ما لعبش معاه كتير، بس برضو من اللعيبه الكويسين جدا، عبد الحميد بسيوني. باسيو طبعا. لعبت معاه وكان لعيب برضو من اللعيبه المحترمين جدا. لا انا يعني في ناس كتير يعني، في ناس كتيره قوي لعبت معاهم وكانوا اقوياء. لا انا عايز اخلي لفظ حلو، اسعدوني يعني. اسعدوك. ليسي ممكن نتكلم ضروري لو سمحت؟ يا ريت تبلغ بيبو تحياتي، وان طول عمرنا ما هننسى الستة. ده سامح الديدي من السويس. لو كنت نسيت افكرك، بيبو جاب 4 تجوال والخامس كان هيجيبه لولا الحكم. ده علاء ابو غزاله. منور يا بيبو، عاوز منك كلمه حق. لو الاهلي ظل على المستوى لعبه ده في امل انه ياخد الدوري، وما تقوليش كل ماتش وليه ظروفه. دجله كانت بتلعب ب10 لعيبه. ده يحيى عماره من حوش عيسى. لا، واحنا لو قلنا ان النادي الاهلي بيلعب مستوى يبقى احنا كلنا بنكذب على الجماهير. النادي الاهلي ما بيلعبش، مش هو ده النادي الاهلي. مش هو ده النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي يعني لسه ما لقاش نفسه، لسه نجومه كتير ما فاتش. البعض ليه بيلوم على جوزيه؟ هل جوزيه فعلا؟ لان هم الناس فاكره ان ايمانويل معاه عصايه سحريه، اول ما يجي يمسك الفرقه الدنيا كلها 5 سنين لورا. لا، صعب جدا. يعني هو محتاج وقت ومحتاج لعيبه. النادي الاهلي محتاج لعيبه كتير بمنتهى الامانه، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. كام لاعب يا بيبو؟ مش اقل من 6-7 لعيبه. 6-7؟ طبعا كتير يا بيبو. لا مش اقل من 6-7 لعيبه يكونوا تقال. انت بتدور على انا مش شرط، ان مش عايز اجيب 6-7 لعيبه احطهم يلعبوا. لا، انا بدور على التوليفه اللي اتعملت بتاعتكم دي ترجع تتعمل تاني، اللي هي توليفه بركات واسلام والنحاس وبيبو و فرقه مش هننساش حد يعني. المجموعه دي فرقه كبيره، محتاج ان انت تعمل التوليفه دي تاني. وتريكا طبعا انت محتاج، مش عايزك تقول اسماء عشان تقعد تنسى. انما هو الموضوع ان انت يعني محتاج ان انت هتلعب في بطوله دوري، بطوله كاس مصر، بطوله افريقيا. يعني محتاج ان انت هتلعب، وبعدين انت لعيبتك كلهم بيروحوا المنتخب، فمحتاج ان انت يبقى عندك ناس تقدر تساعدك. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انت عمال تاخد من رصيد النجوم اللي عندك، او تريكا وبركات، عمال تاخد من رصيدهم. ما هم محتاجين ان هم يرتاحوا برضه. مهما هم عايز يلعب، هو عايز يرتاح، عايز حد يريحه في الملعب، عايز حد يساعده، يسند عليه، عايز تشيل شويه من على كتافه. انت عمال تحط على كتافه والناس مش هتستناه. الناس اول لما تحس ان او تريكا تعب، الناس هتقلب. لا، انت محتاج ان انت تريح ابو تريكه. مش محتاج ان انت تخسره، مش محتاج ان انت تخسر احمد حسن، مش محتاج ان انت تخسر بركات. في فرق كبير يا جماعه، ان احنا لازم فكرنا يبتدي يتغير. مش عشان هيطلع نجم لازم اموت نجم.
عشان اطلع نجم. ايه المشكله ان اطلع يبقى عندي نجم 2 3 4؟ لازم هو ده التفكير. واعمارهم مختلفه. واعمارهم مختلفه، ولما ده يعمل 50% ده يوصل ال 50% الباقيين، كلنا نكمل بعض. مش عايزين الفكره اللي هي دايما عشان اطلع امير سعودي يبقى لازم اموص على او اخلص على ابو تريكه، عشان اطلع شكري لازم اخلص على بركات. لازم يا جماعه فكرنا كلنا يتغير، كلنا نبتدي نفكر في ان انا عايز اموت. لا ما ينفعش. انا في ناس ابو تريكه بقى له 5 6 سنين يعني عمل كل حاجه في الكوره، ما ينفعش ان انا بعمل كل حاجه ابتدي ضغط 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 عليه لغايه ما افطسه. ما ينفعش. لازم اديله نفس، لازم يتنفس في الملعب، لازم يتنفس جوه الملعب، لازم زمايله يوسعوا له، لازم ان انا زي ما قلت قبل كده لازم ابو تريكه يلعب السهل دلوقتي، زمايله يلعبوا له السهل، مش لازم دلوقتي ابو تريكه يبقى ياخدها وهو اللي يروح بيها. ولا وكل ما تزنق اروح راميه. لازم العب لابو تريكه دلوقتي في المساحه يقدر يستلم براحته، ما يحطوش دايما تحت ضغط تحت ضغط تحت ضغط. وبعدين ما ينفعش ان انا اربك برضه بركات، اربك الناس دي، لازم اريحهم في الملعب عشان يقدروا يدوني، ومش لازم اموتهم. اكيد. فاصل اعلاني، بعد الفاصل الجزء الثالث والاخير، جزء التليفونات. معلش انا اتاخرت وفي مشكله كبيره جدا، الناس عماله تتصل، بس كان مهم اسال بيبو كم سؤال دول برضو، واقول كم رساله دول. بعد الفاصل ان شاء الله بقى هبدا بالتليفونات ان شاء الله.